عارف ايه اسهل طريقه تضيع بيها 10 درجات كاملين في الرايتنج اكزام من غير ما تحس؟ هي انك تقوم وتسلم الورقه من غير الخمس دقايق دول. معظم الستودنتس بيخلص الرايتنج تاسك ويحط القلم بتاعه ويفضل مستني الوقت يخلص عشان يقوم ويخرج، ولكن الاكزامينر اول ما بيمسك الورقه وبيبدا يصحح بيكتشف اخطاء عبيطه كان ممكن تحلها في ثواني لو عملت بروف ريدنج صح. في البروف ريدنج عينك ما بتدورش على الكلام بشكل عام، عينك بتدور على 3 حاجات محدده. اول حاجه التنس كونسيستنسي، يعني لو انت كتبت في الباست اتاكد ان انت ما نقلتش مره واحده للبريزنت. تاني حاجه السبيلنج ترابس، راجع اخطاء السبيلنج الشائعه زي there و there، زي كلمه receive. رقم 3 بقى punctuation. اتاكد ان الجمل بتاعتك مش جمل عشوائيه وفيها punctuation مظبوط، زي الفول ستوبس والكابيتال ليترز، الكوماز، السيمي كولنز. الخمس دقايق دول هم الفرق الحقيقي ما بين جريد بي والاي ستار. وعشان ما تنساش الخطوات دي يا بطل، عملت لك The Ultimate Proofreading Checklist موجوده في فايل صغير جدا. اكتب كلمه تشيك في الكومنتس وهسيب لك لينك قناه التليجرام اللي هتلاقي عليها الفايل.